السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم بوصفة جديدة من وصفاتي. أنا فتفيتو أو فاطمة الشرباتي. خبز الشوفان مع القمح الكامل ومعجون بالياطين، من أكتر أنواع الخبز اللي عن جد طيبة. جربتها وأول مرة أعمل صراحة الوصفة هاي وعجبتني كتير، وحبيت أشارككم الوصفة، لأنه برضو كتير جتني أسئلة: هل بنقدر نعمل من بعض الخضار خبز؟ نعم، بدل ما بنعجن بالمي بنعجن بالخضار، سواء شمندر، قرع، كوسة، يعني بنبخر الخضار وبنعجن فيها. تعالوا نقولكم على المقادير والطريقة. أول خطوة بدي أحط الخميرة والسكر بشوية مي، حوالي ربع كوب مي، معلقة كبيرة من الخميرة ومعلقة صغيرة من السكر، وحتركهم وغطيهم لحد ما أنخل المواد الجافة. عندي كوبين من الشوفان المطحون والمنخول، حطيت عليهم كوب من القمح الأسمر الكامل، وعندي هون معلقتين كبار من الحليب الناشف البودرة، معلقة صغيرة من الماتشا، معلقة صغيرة من الزعتر الناشف. طبعا بتقدروا تزيدوا، بتقدروا تلغوا، هذا برجع لكم. عندي نص معلقة صغيرة من الكركم. هاي كل الإضافات لا يعني نعلي من قيمة نوع الخبز هذا. طبعا المقادير فيها بيضة، راح نحطها كمان شوي. هون بننخل كل المواد الناشفة. عندي كمان معلقة سمسم، بدك تحطي البذور اللي بدك إياها، ما في أي مشكلة. هلأ ما طلع معانا من نخالة بنخليهم على جنب، لأن راح نستعملهم كزينة فوق الخبزات. بنقلب المواد الناشفة منيح، ونلاحظ إنه الخميرة انتفخت، يعني ارتفعت واشتغلت. بنعمل حفرة بالوسط وبندير عليها الخميرة مع السكر والمي. وعندي هون بيضة. طبعا اللي ما بده البيضة بيقدر إنه يستعيد عنها إما بلبن أو حليب أو شنينة أو مي. وعندي ربع كوب زيت، وراح أعجن باليقطين. اليقطين أنا ما سلقته، أنا الكل بيعرف إن أنا عندي قطعة من أدوات تابروير بتفوت الميكروويف. أخذت كوب من مكعبات اليقطين، وبالضبط أخذ مني 4 دقايق بقلب الميكروويف. إذا أنت مو عندك القطعة هاي، بتقدري على بخار، بتجيبي طنجرة وبتحطي عليها مصفاي وبتحطي عليها مكعبات القرع لحد ما تتبخر وتستوي. بعدين بتهرسيها وبتستعمليها مثل ما أنا بستعملها هلا، بس ضروري جدا يكون بارد تماما بحرارة الغرفة. هلا ببلش أعجن. طبعا أنا حطيت هون كل المواد الجافة، وراح أكتب لكم إياها تحت الفيديو إن شاء الله بصندوق الوصف. هون أنا ما بقدر أضيف مي إلا تأشوف هل عجينتي بتحتاج، ممكن تحتاج إشي قليل، لأنه طبعا اليقطين كله مي. أنا هون احتجت صراحة يمكن أقل من ربع كوب مي. بعجن منيح، بعجن كتير منيح. طبعا هاي رح تحسوا إنها بتشرب مي، لأنه كلها ألياف والألياف بتشرب مي. بعد ما عجنتها منيح بحط عليها زيت، بغلفها بالزيت. شايفين الطراوة تاعيتها ما أحلاها، بتجنن. بعملها على شكل اسطواني، بغطيها وبتركها نص ساعة بالصيف تختمر، أو ساعة بالشتاء، أو يمكن أكتر كمان بالشتاء، لأنها بتاخد وقت. الكرام، أنا مضطرة في هالمقطع هذا أحكي مباشرة وأحكي لكم إيش الموقف اللي صار معي. أنا للأسف بالمقطع اللي قبل هذا مباشرة، لما قلت لكم خلص هيك انعجنت وبنغطيها وبنتركها تختمر، اختمرت وجبتها وقطعتها وطلعت منها الأشكال وعملت أكثر من شكل. للأسف إجاني تليفون من النت طير المقطع تماما، فبعتذر جدا. أنا كل اللي عملته إنه أخذت العجينة، كان شكلها هيك اسطواني، وقطعتها وعملت منها اكثر من شكل. عملت الشكل هذا على اساس انه ممكن يطلع شكل توست معنا. وهون انا دهنت زيت ورشيت من الزعتر والشوفان اللي طلع معنا بعد التنخيل. عملت هالاشكال وعملت هون شبه البرجر يعني، ورشيت من هذا بالقاع بعد ما دهنت بالزيت، وكمان على الوجه. هاي المادة هاي عبارة عن معلقتين حليب بودرة بس، ما كترت مي. انا بدي اياهم هيك يكون مثل اللبنة او مثل اللبن، على اساس انه ادهن هيك. وبترشوا سمسم، بترشوا اللي بدكم اياه، بترشوا حبة بركة، بذور شيا، بذور كتان، بذور قرع، اللي تحبوه رشوه. وهيك بعد ما خلصنا هالاشكال راح نحطها بفرن 200 لحد ما تستوي وهي ما راح تنفخ كتير، ديروا بالكم لانه كلها الياف. تمام، لانه اللي بيساعد على النفخ الجلوتين. فراح اكمل هدول وادخلهم بالفرن وبرجع لكم ان شاء الله بالتقديم الاخير.
بعد 15 دقيقة بالفرن طلعوا وكان هيك شكلهم ما شاء الله، رائحة بتشهي. أنا بس بخيت عليهم من بخاخ مي مخصص للأكل مرتين، يعني بخلال 15 دقيقة لفيتهم 3 مرات، حتى كل مكان من الخبز ياخد حقه من الإحمرار والاستواء. طبعا اللي عندها مروحة، أنا عندي مروحة بس أنا بحب ألف الصواني، لأنه إحنا الأفران تاعتنا ما فيها يعني زي المخابز، فضروري نلف حتى لو عندنا مروحة. أنا بفضل الحركة هاي. شايفين ما أحلاهم؟ طبعا الخبز هذا بينشف بسرعة، مش مثل الخبز العادي اللي بنعمله نحنا، لأنه الشوفان فيه ألياف عالية، القمح البلدي برضو فيه ألياف عالية. فبنصحكم بمجرد ما يطلع من الفرن بتغطوهم بفوطة، بتتركوهم وبتاخدوا استعمالكم، والباقي بتضبوه بالفريزر وقت اللي بدكم بتطولوا وبتستعملوه. يا رب تعجبكم الوصفة. سلام.